السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. مرحبا بكم متابعينا الكرام، نتمنى تكونوا كاملين بخير إن شاء الله. اليوم في فيديو جديد كما شفتوا في العنوان والصورة المصغرة راح نتكلموا على بيع محلات عدل بالعاصمة وقسنطينة. هذا الموضوع فيديو مهم جدا لكل من يريد استثمار أمواله، يعني عنده دراهم محطوطين في الدار وما عرفش كيفاش يستثمرهم وما يعرفش التجارة ولا ما عندوش مشروع آخر. لذلك اليوم إن شاء الله خوتي راح نديروا فيديو مهم جدا. لقيت فيديوهات يتكلموا على هذا الموضوع ولكن ماشي بالتفصيل، أكثرية في التيك توك. اليوم إن شاء الله راح نعطيكم كل المعلومات وطريقة الشراء، يعني من الخطوة الأولى إلى غاية استلام المفاتيح إن شاء الله، وراح نشرحوا كل ما يميز هذه الصيغة. إذن خوتي فقط ما تنسوش دعمونا بالاشتراك في القناة اللي مش مشترك والإعجاب بالفيديو، وبارك الله فيكم. إذا نبداو الفيديو تاعنا على بركة الله. كما شفتوا في مقدمة هذا الفيديو راح نتكلموا اليوم على وكالة عدل تبيع المحلات التجارية بالعاصمة وقسنطينة. بصراحة ماشي هذه أول مرة لوكالة عدل تبيع المحلات، عندها شحال يعني داروا خطوة جديدة من أجل بيع محلات عدل ثلاثة، عفوا عدل واحد واثنين، وماشي غير الجزائر العاصمة وقسنطينة، في كل الولايات التي تتواجد فيها سكنة عدل وفيها محلات. لذلك خوتي احنا اليوم راح نفسروا ونشرح لكم طريقة شراء المحلات، يعني من الألف إلى الياء، يعني حتى استلام المفاتيح إن شاء الله. نقرأ هذا الإعلان الأخير الصادر من وكالة عدل. إذن أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل عن البيع بالمزاد العلني للمحلات التجارية بولايتي الجزائر العاصمة وقسنطينة. وفي بيان لها أعلنت عن البيع بالمزاد العلني ل 21 محل ذو استعمال تجاري منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار الكائن بحي 1500 مسكن عدل سيدي عبد الله 04 ولاية الجزائر. كما أعلنت الوكالة عن البيع أيضا بالمزاد العلني ل 189 محل ذا استعمال تجاري وخدمات منجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار عدل الكائن بحي 6000 مسكن قسنطينة. العنوان بالضبط بحي 6000 مسكن عدل، الرتبة ديدوش مراد ولاية قسنطينة. إذن خوتي هذو زوج إعلانات فقط، هذو كان آخر الإعلانات بالنسبة لوكالة عدل. من أجل الاطلاع على باقي الإعلانات كاين ولايات بزاف خوتي، كما ذكرت في السابق كل الولايات التي فيها مشاريع عدل سواء واحد واثنين. ومن أجل الاطلاع على هذه الإعلانات ادخلوا فقط الفيسبوك وديروا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، راح تخرج لكم الصفحة الرسمية للوكالة، ومن خلالها راح تلقاو الإعلانات ومختلف الولايات وعدد المحلات وكل التفاصيل. وبعدها الولوج إلى الموقع الخاص بوكالة عدل، تكتبوا فقط مثلا ديروا جوجل أي متصفح في الهاتف تاعكم ولا في الحاسوب، اكتبوا برك بيع محلات عدل، راح يخرج لكم الرابط الأول فون دي لوكو عدل، تدخلوا له راح تخير في البداية الولاية، مثلا ولاية العاصمة الجزائر العاصمة، ثم تختار الموقع مثلا سيدي عبد الله، الرغاية، بودواب إلى غير ذلك يعني. ومن بعد يخرج لك المحلات والإعلانات المتوفرة بالتاريخ ورقم أيضا المزاد. طريقة البيع تكون عن طريق المزاد العلني يعني وبالأظرفة المختومة، يعني دير دفتر الشروط مع الملف المرفق في ظرف مغلق، ويتم في جلسة علنية، يعني كل المزايدين يحضروا تلك الجلسة، وبعدها يفتحوا الأظرفة وأعلى سعر هو اللي يكون يعني صاحب المحل. هذا باختصار. وبين قوسين خوتي كاين يعني 3 طرق من أجل شراء محلات عدل. كاين هذه الطريقة عن طريق المزاد العلني اللي نشرحوها في هذا الفيديو. بالنسبة للطريقة الثانية الشراء بالتراضي جري سامبل، يعني تدخل أيضا للموقع وتختار يعني الشراء بالتراضي وتختار المحل اللي يعجبك وتلقى السعر، هذاك هو السعر اللي راح تدفعه، يعني ما تزيد ما تنقص، هذاك هو السعر. إذا عجبك السعر هذاك وعجبك المحل المساحة عندك، يعني تسجل بار انترنت، عندك مهلة 48 ساعة باش تروح تقدم تلك الوثيقة إلى وكالة عدل من أجل تأكيد يعني الشراء في تلك الفترة، يعني 48 ساعة تروح تقدر تعاين المحل تاعك تشوفه عجبك ما عجبكش. إذا ما عجبكش يعني بعد 48 ساعة يعني ما قدمش تلك الوثيقة إلى الوكالة تلغى أوتوماتيكيا. بالنسبة للطريقة الثالثة وهي البيع بالتراضي الخاصة بقطاع الصحة، يعني لكل ممارسي الصحة مثل الصيادلة والأطباء. بالنسبة لموضوعنا اليوم اللي كما أسبق وذكرت أنه يتكلم على المزاد، شراء المحلات عن طريق المزاد، يعني تلقى السعر الافتتاحي وانت تزيد قد يعني ما تقدر على حساب يعني
ميزانيتك ولا احتياجك لهذا المحل، وعلى حسب يعني انت وزهرك على حسب المحل. كاين محلات يعني يكونوا عليهم مزايدين بزاف ويزيدوا بزاف الاسعار، وكاين محلات ما تلقاش عليهم اهتمام، يعني قادر تكون وحدك في المزاد وبذلك المبلغ اللي تحطه راح تدي ذلك المحل. ان شاء الله في فيديوهات قادمه راح نتكلموا بالتفاصيل. اذا عجبكم خاوتي هذا المحتوى وهذا الفيديو اكتبوا لي في التعليقات فقط، اللي مهتم وانتريسي راح ندير فيديوهات اخرى نشرح بالتفصيل. من بين ايجابيات خاوتي شراء هذه المحلات من وكاله عدل، اولا يعني يعتبر احسن استثمار. لماذا؟ لانه استثمار مضمون، خاصه كما ذكرت في بدايه الفيديو اللي ما عندهمش مشاريع وما يعرفوش التجاره وما عرفش واش يدير، عنده شويه دراهم ما قدرش يعني يستثمرهم، أنا ننصحه بالشراء هذه المحلات لأنه أحسن استثمار، لأنه أولا مضمون، ثانيا راح تشري يعني على الدولة، ما كانش تلاعب ولا تخاف من الأوراق ولا كذا. أيضا إذا احتفظت به راح تستفيد من كراء يعني مداخيل معتبرة شهرية، أو تخدم فيه نتايا، ولا مثلا تقدر تبيعه من بعد. أكيد لما تشتريه وتمتلك يعني الوثائق أكيد السعر راح يكون زائد، ما راح يكون نفس السعر. ونعرفوا بلي العقار ما فيش خسارة، قد ما شريته غالي اليوم بعد سنة أو سنتين راح تلقى يعني فائدة كبيرة، تلقى سعر المحل يعني زاد ربما حتى يتضاعف سعر ذلك المحل، خاصة إذا اختير المحل يعني موقع استراتيجي وجاي مع الطريق، يعني عنده فاصدة مليحة، وأيضا عنده إقبال كبير سواء من ناحية الكراء أو البيع. لذلك خوتي اللي ما يعرفش يعني يستثمر ولا ما يعرفش تجارة وخاطيته وعنده شوية دراهم ما لقاش واش يدير بهم، ننصحه يعني أنه يقتني هذه المحلات إذا قدر. بالنسبة لأسعار هذه المحلات تبدأ من حوالي 90 مليون فما فوق، تصل إلى حتى مليار ونص 2 ملاير، على حسب يعني الموقع، على حسب المساحة، أيضا على حسب الولاية، لأنه نعرفوا الولايات مش كيف العاصمة مش كما ولايات مثلا الجنوب أو الغرب أو الوسط، لذلك يختلف على حسب كما سبق ذكرت المساحة وأيضا الموقع. تبدا من 90 مليون فما فوق، انت والبيجي تاع كل واحد واش يقدر. كما سبق وذكرت في الاعلانات راح تلقاو كل التفاصيل، سواء تعلق الامر بمساحه المحل، الموقع، وايضا بالنسبه للسعر الافتتاحي. واش ننصح خاوتي قبل ما تختاروا المحل لازم تتنقلوا للموقع يعني الرئيسي لعين المكان وتشوفوا بعينكم يعني المحل المختار باش ما تندموش، لانك راح تستثمر اموالك ما تقدرش تتراجع، لما تشتري ما تقدرش تتراجع. لذلك حاولوا تاكدوا على هذه النقطه. بالنسبة لطريقة الدفع في البداية يعني عند تقديم الملف أو كايد شارج يعني دفتر الشروط، من شروط يعني المشاركة في هذا المزاد هو دفع 10% من قيمة المحل المختار، واللي هي تعتبر وديعة الضمان، لا كوسيون غارونتي. مثلا محل ب 100 مليون لازم تدفع 10%، ما يعادل 10 ملايين سنتيم، وهذا راح تقدموا هذا الروسي أو وصل الدفع والله الشيك سيرتيفي لازم تقدمه في الملف مع دفتر الشروط أثناء المزايدة. وبالنسبة لي فشلوا يعني ما قدروش يشتريوا ذلك المحل، يعني سواء خطأ ولا كاين مزايدين أكثر على هذا المحل يعني زادوا عليك بزاف، تقدر تسترجع وديعة الضمان بعد شهر أو شهرين. أما بالنسبة اللي توفقوا يعني وتمكنوا من شراء المحل، يعني تم قبول يعني طلبهم أو ملفهم من أجل شراء المحل وقبول سعرهم يعني كان هو الأعلى، بعد دفع يعني 10% اللي سبق وذكرتها اللي هي وديعة الضمان، بعدها يتم عند يعني قبول خروج يعني المزاد نهائيا وإعلان القائمة النهائية، بعد شهر يمكنه دفع باقي المبلغ واللي يعادل 90%، وبعدها يسلم المفاتيح وأيضا عقد الأولي إن شاء الله. بالنسبة لمدة المزاد مقدرة ب15 يوم بداية من تاريخ إعلان عن بيع المحلات إلى اليوم 15 واللي هو يوم المزاد. إذن خوتي هذا الفيديو ما حبيتش باش يطول، إذا لقيت اهتمام يعني أكتبوا لي في التعليقات خوتي، راح ندير لكم فيديو آخر نشرح فيه كل التفاصيل خطوة بخطوة من البداية إلى النهاية إلى غاية استلام المفاتيح. فقط ما تنسوش خوتي الاشتراك في القناة اللي مش مشترك والإعجاب بالفيديو، وبارك الله فيكم. ملاحظة فقط خوتي بالنسبة للإعلانات، يعني مرة على مرة ينزلوا إعلان 10 أيام 15 شهر، يكونوا إعلانات يعني كل خطرة واش من ولايات يديروا واش من موقع يديروا. لذلك خوتي كونوا في متابعة للصفحة الخاصة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، وراح تلقاو كل التفاصيل بإذن الله. واللي مهتم وانتريسي ومهتم يكتب لي في التعليقات إن شاء الله، وراح نعطي له رقم الواتساب يتواصل معي مباشرة باش نوضح له كل الأمور ونسهل كل الإجراءات إن شاء الله. هذا واش كان فيديو تاع اليوم خوتي، نتمنى نكون افدتكم ولو بالقليل. دعونا دعوة خير،
وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو. إلى فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.